تخيلي تعملي صينيه البطاطس دي بعد كده هم اللي يطلبوها بدل ما هم على طول زهقانين منها. طريقه كده هتوديها في حته تانية. كل حاجه مكتوبه في الكابشن. نزلت سمنه وبعد كده بصلتين مبشورين، مبشورين مش معصورين، وكرملتهم كرمله بسيطه قوي. بعد كده نزلت الفراخ بتاعتي تاخد صدمه على الجنبين، صدمه بس مش محتاجين نسويها، يا دوبك اول ما تاخد الصدمه بتاعتها بنقلبها على طول. مش بنحتاج خالص ان احنا نحرك البصل، هو كده كده لزق فيها. بعد كده بقى تبلتهم بتوابل الفراخ العاديه، ملح وفلفل اسود، ورق لورا وحبهان. عايزين تزودوا اي حاجه تانية براحتكم، بس انا دي التوابل الاساسيه بتاعتي للفراخ. وبعد كده حطيت معلقتين صلصه. عايزين ما تحطوش صلصه براحتكم، انا بحب الصلصه بتدي لون اغنى كده لصينيه البطاطس. بعد كده رصيت البطاطس بتاعتي، انا كنت مقطعه شرايح رفيعه. بعد كده حطيت عصير الطماطم بتاعي وسبتها كده تبقبق دقيقتين كده على النار، وحطيت مرق الدجاج، وبعدها حطيت 3 فصوص توم. التوم هو اللي بيودي الطعم برضو في حتة تالتة بقى. بقبقت كده شوية، وبعد كده ابتديت ادخل كده المكونات كلها في عصير الطماطم، وعلشان اجهزها تخش الفرن على طول. وهنا دخلتها الفرن على اعلى درجة حرارة 20 دقيقة بالظبط، وهتطلع بالجمال ده. عايزة اقول لكم ريحتها كانت قلب البيت، والطعم خطير بجد، حلوة جدا.